عندما يؤلمك القرب ابتعد، فالبعد لا يكون بغضا، إنما مساحة تتركها لقلبك حتى لا تتألم أكثر. ابتعد مهما كان الشخص نورك، فالمصباح الذي يمنح الفراشة نورا يحرقها إذا ما بالغت بالاقتراب، والبحر الذي يروي ما حوله بسخاء سيغرقك إذا ما تعمقت بدخولك فيه. البعد ليس دائما خسارة، إنما هو مسافة أمان تتدارك بها نفسك وتعيدك إلى رسم خطوط واضحة للحب، للأقرباء، للصداقة، لكافة العلاقات. مسافة أمان تعيد لقلبك توازنه ولروحك سلامه.